السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم في نقطة بسيطة، بس قبل ما اتكلم في نقطة بسيطة يعني انا والله انبسطت جدا طبعا لقيت فيديو ليا ما شاء الله. يعني انا بالنسبة لي يعني حاجة كبيرة جدا، عشان كده يعني مبسوط جدا. الفيديو ده يعني داخل مثلا في نقوله في ال 53 ألف مشاهدة في خلال شهر او شهر و10 ايام. دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. بس انا كنت اتمنى يعني اي حد يشوف الفيديو ده او يستفاد مني بمعلوماتي البسيطة اللي على قد ديت، يعمل لي اشتراك ويشير الفيديو عشان يوصل لغيرك عشان تستفاد. تمام؟ يعني انت لو عملت لي اشتراك مش هتخسر حاجه. انا مش طماع، انا عايز اشتراك وعايز لايك. ما حدش بقى يقول لي صبعي وجعني اصل انا مكسل اصل انا مش عارف ايه. يا عم انا هعمل لك اشتراك، يعني هتزهقني بعد كده فيديوهاتك وكلام من ده؟ هتستفاد مني صدقني، حتى لو معلومتي بسيطه وعلى قد يعني. النهارده هتكلم عن حاجه مهمه جدا، وحاجه يعني بتسبب مشاكل كتير خالص يا جماعه، وممكن حالات تتوفى بسبب كيس نقل الدم ده. كيس نقل الدم ده، انا كممرض اول حاجه باخد كيس نقل الدم، بتاكد من الار اتش الفصيله اذا كانت موجب او سالب. تمام؟ وبتاكد من من تاريخ الانتاج اللي موجود على كيس الدم ده، وتاريخ الانتهاء، لان طبعا معظمنا عارف وفي ناس برضو ما تعرفش ان كيس الدم ده بعد 35 يوم الخلايا اللي جوه الكيس ديت بتفسد. تمام؟ واول حاجه قبل ما بشتغل مع البيشنت او بشتغل مع المريض، بفهمه انا هركب كيس دم دلوقتي لحضرتك. تمام؟ لو حسيت باي اعراض قول لي. تمام؟ انا بقيس لك الضغط وبقيس لك النبض وبقيس لك الحراره، انا عملت بفيتل للمريض، بشوف الفيتاله بتاعته يعني كل 5 دقائق لمده ربع ساعه. الربع ساعه الاولانيه عدت، كل ربع ساعه بقيسها له، يعني كل نص ساعه بقيس مرتين. يعني كل اول ربع ساعه كل 5 دقائق بقيس مره، وبعد كده كل نص ساعه بقيسها مرتين، يعني كل ربع ساعه مره. يبقى عندنا اول 5 دقائق كل 5 دقائق مره او ربع ساعه. تمام؟ وبعد كده كل نص ساعه بقيسها مرتين في الايه، في النص ساعه ديت لمده ساعه. تمام؟ او ساعه ونص. وعندنا كيس الدم ما ينفعش، اذا كنت حتى لو كيس الدم ده شغال سلوري او شغال سريع، يعني ان انا اخلص كيس الدم ده بسرعه ما ينفعش خالص. كيس الدم ده لازم يخلص من ساعتين ل4 ساعات. تمام؟ وكيس الدم انا عشان اركب دم للمريض ما ينفعش اركب له كانولا صفراء او كانولا زرقاء. الحاجات ديت في الدم ما بتشتغلش، او بتشتغل بتبقى بطيئه جدا جدا جدا، بتخلي المريض نفسه يزهق. لازم المريض اكون مركب له يا كانولا بامبي يا كانولا خضراء يا كانولا رصاصي. الناس تقول لي طب ما في ناس اوردتها ضعيفه جدا ما ينفعش. طب انا هجيب وريد ازاي؟ حضرتك كممرض تمام لازم تجيب وريد في مكان كويس ما يتعبش المريض ده لو زهق او دخل الحمام او نام على السرير او قعد نص قاعده كده على السرير او الشازلونج ده. تمام؟ لازم اكون عامل حساب المريض ده، ان انا ما اضايقهوش، ان انا ما اخنقش المريض، ان انا عشان ركبت لك كانولا زرقاء بقى او ماليش دعوه بيك. لا، المريض لازم يكون مرتاح وهو بياخد البلد ده. تمام؟ اول حاجه بعملها للمريض لازم بعد ما اعرفه ان انا هنقله كيس الدم، تمام، بقيس له الحراره والضغط والبلس بتاعه. لازم الحاجات ديت اتابعها كويس جدا جدا يا جماعه. ما ينفعش اركب كيس الدم للمريض وانشغل عنه في المستشفى او في عيادتي مع الناس وكده واسيبه اطلاقا. ما ينفعش. ولازم اعرف المريض ده ان كيس الدم ده ممكن يعمل لك حساسيه. تمام؟ طب انا المريض هيعرف ازاي انا عمل لي حساسيه؟ ليه مشاكل كتير جدا طبعا. اول حاجه المريض بيحس ان هو عايز يرجع. تمام؟ بيحس بصداع جامد جدا، الم في الظهر جامد خالص، الم في الصدر، مش قادر يتنفس. كل دي مشاكل بتحصل مع المريض بسبب كيس الدم ده. كيس الدم علشان اركبه للمريض لازم اطلعه بره التلاجة. تمام؟ واسيبه نص ساعة على الاقل خالص، او اسيبه في درجة حرارة الغرفة اللي هي 4، ممكن يعني اللي هي 4 مئوية. تمام؟ علشان لما اجي اركب كيس الدم للمريض ده ما يبقاش ساقع جامد، وفي نفس الوقت ممكن يبقى حد مستعجل. ما ينفعش، مستحيل الدم ده ان انا افكه في ميه سخنه. فكيت الدم في ميه سخنه او ميه يا دوب دافيه، الدم خلاص باظ. لازم يا في الاوضه يا اما تحت الحنفيه وافتح عليه الميه العاديه خالص من الحنفيه.
ما ينفعش الدم ولا البلازما ان انا يعني ادفي، يعني اخلي الحاجه ديت طبيعيه في ميه سخنه. مفيش الكلام ده خالص. كأنت كده يعني بوظت كيس الدم على المريض. يعني حرام اذا كان حد متبرع او دفع فيه فلوس على الفاضي، انت كده خلاص يعني خلاص كده. انا المريض ده قال لي لو سمحت يا مستر انا حسيت باي اعراض او في اي مشاكل، باجي موقف كيس الدم ده وابلغ الدكتور بتاعي، دكتور والله المريض ده حصل له كذا 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 او بيشتكي من كذا كذا. اوقف انا المريض ده، اوقف البلد بتاعي. تمام. لما الدكتور يقول لي اذا كنا نكمله او ما نكملوش، ما ينفعش اركب محلول كيس الدم ده لمريض في البيت. تمام. وانا ما عنديش الخبره الكافيه ان انا اركب له دم. ركبنا كيس الدم تمام والمريض حس انه مش مظبوط، ممكن اركب له محلول ملح. تمام. ممكن اركب له مع الدم محلول ملح. طب في حد يقول لي طب انا هركب له محلول ملح ازاي وانا عندي جهاز المحلول شغال فيه الدم؟ لا، في اجهزه بتيجي بنظام ايه، يعني بتبقى في اجهزه محاليل. تمام. بيبقى لها، انا مش عارف اوصفها لكم ازاي والله، لو معايا الجهاز كنت قلت لكم عليه. هي عامه لو احترت خالص بتجيب من عند اي حد بتاع مستلزمات طبيه حاجه اسمها 3 واي. تمام. بتركبها في الكانولا، وساعتها انت بتقدر توصل الوصله ديت بمحلول الملح والكيس الدم اللي عندك. وفي فيديو تاني ان شاء الله هجيب لكم ال 3 واي ديت، هشرحها لكم. تمام. وهقول لكم بتستخدموها ازاي. و ما تنسوش دعمي، بس انا محتاج دعمكم بجد والله. وشكرا لكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من المعلومه حتى لو على قد وبسيطه خالص يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.